صباح الفل، صباح الهنا يا حبايب قلبي، صباح العسل عليكم واحبكم جدا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. يا ريت يا جماعه الناس اللي مش مشتركه في القناه تشترك، الناس اللي مش عندي على القناه ومشتركين يشتركوا حالا، الناس اللي مش عاملين لي لايك على القناه وعلى الفيديو ده يعملوا لايك دلوقتي. الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. رقم تليفون 010 164 625 507، عليه واتساب. بحبكم جدا، اللي مش مشترك يشترك. اللي مش عامل لايك يعمل لايك حالا. يلا يا جماعه، مش عامل لايك يعمل لايك. في حد من متابعيني، عشان كده بقول لكم رقم تليفوني، عشان لو في اي حد عنده مشكله وعايز نعرضها على القناه يتفضل يكتبها لي او يبعتها لي على الواتساب. في واحده من متابعيني كلمتني قالت لي يا مدام مروه عايزه اكلمك في حاجه، قلت لها اتفضلي. نعم، على دماغي يا حبيبه قلبي. انا بحب دايما الناس اللي بتحب تستشيرني في حاجه طبعا اخد ودي معاها واسايسها لغايه ما تجيب اللي جواها، لان ممكن اكون اقول كلمه تهاجمها قبل ما تخلص فتنسى هي عايزه تقول ايه. بصوا حبايب قلبي، واحده ست جميله اموره قوي 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 قوي، طفله في نفسها قوي، عسوله، وتحس ان هي كده بنت ناس قوي وكيوته وجميله. بتقول لي يا مدام مروه عايزه اكلمك في حاجه، قلت لها اتفضلي. قالت لي بس تعرضها على القناه عندك، قلت لها كل كلمه انت قلتيها هعرض عينيا الاثنين، مش هخبي حاجه. قالت لي يا ريت. بتقول لي يا مدام مروه انا عندي 24 سنه وحلوه جدا ونضيفه جدا، وعندي ولدين 4 سنين وسنتين، ومتجوزه بقالي يجي 5 سنين يعني. قلت لها طب، قالت لي جوزي وسيم جدا وجميل وكده وانا بحبه جدا، بس فجأة الاسبوع اللي فات بيقول لي انا هتجوز، انا بعرفك قبل ما يحصل انا هتجوز. طب ليه؟ انا عملت ايه؟ ده انت بتزعل مني باجي اصالحك، ده انت بتتقمص وبتعمل لك كرامه جامده وباجي اصالحك وخدامه تحت رجليك وتحت رجل عيالك. قال لي الموضوع مش كده، الموضوع انا بشوف تقدير من ناس كتير بره، ستات كتير وبنات ما بشوفهاش منك. طب ازاي وانا بخدمك وبعمل؟ قال لها انا مش مرتاح، عن في حرمان. بتقول لي هو مش عارف يقول لي ايه. المهم بيقول لي مدام مروه انا محروم وانت مش مريحاني ومحتاج اتجوز. قلت لها انت مأهمله فيه؟ قالت لي كنت اهملت فيه شويه بسيطه كده بعد الولاده وكده، بس انا والله برجع واحن له وبحبه. فبتقولي رد عليا وقولي لخلي متابعينك يردوا عليا، انا منهاره ومش عارفه اتصرف وهو مصمم على الجواز. شكرا ليكم يا حبايب قلبي، يا ريت تكتبوا لها لايك وتكتبوا لها نصيحه وتعمل ايه بالله عليكم.